تسوي. ده حاجات يعني كده اكشن كده. ده ايه ده؟ حاجات اكشن كده. اكشن ايه؟ انت بروسلي ولا ايه؟ ده انت برضه يا محمد. كان طلع اتقال عليا اللي هو كان بعضهم كان زمان زينهم شان. زي يعني لان انا كنت عامل زي فيديوهات كده صغيره كده تمثيل وحاجات زي كده. طب ما حلو. انت على فكره بالمناسبه يا مهاب انت ممكن فعلا تمثل. انا بجري 3 خطوط على الحيطه طول و3 خطوط على الحيطه عرض. 3 خطوات على الحيطه لسه اللي اكتشفنا. طب احنا محتاجين بقى المنتجين يكتشفوا. لسه برضه مالناش اللي اكتشفنا يعني. هو ربنا ييسر يعني. الواحد بحاول ادي الحاجه اللي عندي. طب بعد قرايه الفاتحه ايه اللي حصل؟ هي بقى زهقت. لا هو في واحد كده اتقدم كده ابن حلال شغال في البترول وعربيته جاهزه. خلاص بقى. الراجل الحمد لله انا ما دمت بذكرش اسماء وهي مش انت بعد ما هتتالق وهتبقى نجم كبير. انا الحمد لله. هم هيجوا لك يا محمد ما تقلقش يعني. مش الحمد لله. في فيديو تاني قلت ايه؟ كسرت العربيه دي ولا عملت ايه؟ لا يعني انا ما انت بتاع اكشن يا محمد. الله يخليك يا رب. الله 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 الله. يعني ما يهمنيش قد كده اللي هي عملته او اللي هي الخطوه اللي هي اخذتها. بس انا يهمني ان شاء الله ان انا ما اتنازلش عن طموحي. لا ده بجد مشروع مش بهزر. بجد احنا يهمنا اللي انت بتعمله ده. انت جميل. ده المفروض اصلا في السينما بيستعينوا بدوبلير لا ده في كمان حضرتك حاجات اكتر من دي بكتير. يعني انا عندنا في طنطا في نطيت من فوق كوبري على سقف قطر وهو بيتحرك. صورتها توم كروز يعني. بس اتاخدت مني الكاميرا. ويعني حصل مشاكل وانت اتخذت عشان بتوع السكه الحديد طبعا ممنوع. حاجه ممنوعه ومش اي حد يعمل حاجه لان طبعا ممكن حد يقلدها. لا اصل حضرتك انا بنط مثلا من ارتفاعات زي 4 متر و6 متر. دي لياقه بدنيه نفسها عشان انا بعمل فيه تمارين للرجلين اللي بيخليك تجري المسافات ديت. يبقى انت رجليك مش بالضخامه. اللياقه البدنيه حلاوتها ان هي مش بالضخامه ومش هو بالتحمل العضلي. طب اخيرا بقى احنا عايزينك توجه الرساله اللي انت حابب توجهها للمسؤولين. ايه الابواب اللي مقفوله في وشك دلوقتي انت حابب ان هي تلتفت للي انت بتعمله؟ لازم يكون في، حتى لو مش هيبقى في، انا ما بقولش عطاء مادي، بس انا بقول ان انت تعمل لي مصاريفي انا. يعني انا ما احطش حاجه من جيبي. يعني ما بقاش يعني انا بعمل انجاز بس على الاقل ما تدفعش. مش عايز اخد بس على الاقل ما ادفعش. يعني مطلب بسيط جدا جدا جدا. واي واحد بيحب البلد دي يحب ان هو يظهر الامثله الجيده ليها. محمد من احلى الامثله ومن احسن الامثله. ده ايه ده رخر؟ ده ضغط على صباع واحد بايد واحده. يا ترى هتعمل ايه يا محمد؟ ده ضغط على صباع واحد بايد واحده. والرقم طبعا ده تصوير قديم قوي. انا كنت جايب فيه في دي تقريبا. صعب قوي يعني. صباع واحد ده يعني حاجه صعبه جدا يعني. الرقم اللي موجود دلوقتي في جينيس 25. طبعا الحمد لله انا كاسر في النيل الرياضه. كنت مصور قبل كده بصباع واحد. كنت كاسر الرقم اللي هو ال 25. بس هي تقريبا هنا لا هنا مش يعني ما جبتش مش هنا كده كنت بتتسلى في البيت. هنا تقريبا كان هنقول تاني ان يا ريت الامثله الجيده في مصر نبرزها بالذات للشباب عشان الناس اللي بيقعدوا يتخرجوا يقولوا مش لاقيين حاجه نعملها. لا في حاجات ممكن تعملوها لو في تحدي، لو في اصرار زي اللي عند محمد كده. والله مصر هيبقى ليها شأن تاني خالص. تحيه ليك يا محمد ولكل الشباب الجميل اللي زيك. بس اسمح لي يا مهاب ان المشكله بس مش في محمد والمشكله مش في الشباب، المشكله في المسؤولين. عشان ما ينفعش شاب رائع زي محمد يفكر ويجتهد ويوصل للمرحله دي ويلاقي الابواب مغلقه، فطبعا هيصاب بالاحباط ويعني هتبقى مشكله. واحد زي ولما يشوف يا مهاب كمان الارقام اللي لعيبه الكوره بياخدوها والملايين، ولا انا بدل ما هاخد 24 مليون انا هاخد 30 والارقام دي ممكن تصيب محمد واللي زيه بالاحباط. فيا جماعه شويه توازن ونظره كده للشباب المصري الجميل ده اللي زي محمد. نورتنا يا محمد. شكرا ليك يا محمد. شكرا ليك يا محمد. ومن بطل لبطل ايضا ومن الناس اللي رفعت اسم مصر بانجازاتها وبطل العالم في 2006 بوجي. ونشوف كده عودته مرة أخرى إلى بساط المصارعة. آخر أخبارها إيه وآخر استعداداته، خاصة إن هو كان بيعود من فترة إيقاف طويلة نتيجة للمنشطات. عشان هيكون معانا فقرتنا القادمة كابتن محمد حليم نجم فريق حرس الحدود، ونتابع أخبار الحرس في هذه الفقرة.